ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وسعادة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. النهارده هنعمل بقى طاجن اللحمه في الفرن بالصوص الجميل اللي هقول لكم عليه. بس تحفه بجد بجد تحفه والله العظيم، هتاكلوا صوابعكم وراه. تعالوا نشوف الطريقه ونشوف عملنا الطاجن الجميل ده ازاي وعملنا فيه ايه. اول حاجه، حابه تحطي اللحمه نيه حطيها لو لحمه صغيره، اما لو لحمه كبيره فاسلقيها الاول. انا سلقت اللحمه يعني 3/4 سوا زي ما انتم شايفين كده بالظبط كده. ولو لحمه ملبسه بقى هتبقى جميله جدا. هنا بقى عندي الصينيه، هحط معلقه زيت وهحط مكعبين زبده كده حلوه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، ومعلقه توم. الصوص ده بقى صوص التوم والزبدة هيخلي لك اللحمة في حتة تانية خالص. أول مرة تاكلي لحمة هتبقى جميلة بالطريقة دي. حمري بقى التوم كده خليه يصفر، بس ما تحمريهوش. حطي فلفل اسود وحطي بهارات لحمة. انا هحط بهارات لحمة بس لسه هفرمها. عندي خشرة بس هفرمها. تمام تمام. وهنزل باللحمة بعد كده وهزود كبشة شوربة. قلبي بقى الكلام ده كله مع بعضه كده بالطريقة دي. وبعد كده هنزل بقى بالتوابل بتاعتي اهي، جهزت اهي. توابل اللحمه طبعا بيبقى فيها حبهان وقرنفل وورق لورا، كل انواع البهارات الخشنه بطحنها وبعملها للصوص لما يكون حاجه زي كده. تمام تمام. بعد كده هسخن الطاجن بتاعي بقى بعد ما قلبت كده تقليبتين في اللحمه، وهسخن الطاجن بتاعي وهاخد اللحمه انزل بيها في الطاجن. هي انا مش انا بس بقلبها في الزبده والثوم عشان تشرب من الصوص اللي انا عاملاه لها. تمام. هزود بقى كمان كبشه شوربه اهي عشان تكمل سواها بقى. زي ما قلت لكم انا عملتها 3/4 سوا، يعني هي داخله كده على سوا. هتاخد معايا في الفرن ربع ساعه لنص ساعه، اقل من نص ساعه. تمام تمام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. زي ما انتم شايفين كده بقى انا نزلت بكبشه شوربه تاني عشان يبقى معايا الصوص اللي انتم شايفينه ده. دخليها بقى على فرن حامي اعلى درجه يعني. وبعد كده هغطيها الاول بالورق الفويل اهو. تمام كده. هغطيها وادخلها على فرن اعلى درجه. هتاخد معاكي بقى زي ما قلت لك من ربع ساعه لنص ساعه الا، يعني حوالي 20 دقيقه. تمام تمام. بعد ما تبقبق بقى من تحت كده ونشيل الورق الفويل من عليها زي ما هوريكم في الفيديو كده اهو. انا دخلتها الفرن وهنا هأمن عليها بقى الورق الفويل كده، ده هستبعده خلاص اهو. زي ما انتم شايفين كده بتبقبق كده وريحتها تحفه يا جماعه. بجد طاجن جميل جدا وهتاكلوا صوابعكم ورا. جربي الطريقه. وبعد كده شغلي بقى الشوايه عليها. بعد ما انت الورق من عليها شغل الشوايه 5 دقايق، هتاخد اللون الحلو اللي معاكم ده بالطريقه دي. الله الله الله. لو وصلتي معايا لحد هنا في الفيديو حطي لايك وشير وفعلي الجرس عشان يوصل لكم كل جديد من مطبخ اكلات مصريه. كل عام وانتم بخير وبألف صحه وسلام. استودعكم الله واشوفكم في فيديو جديد. مع ألف سلام.